النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه جميله جدا. هنعمل جاتو شاتو بالكريم كراميل بمكونات سهله وبسيطه، مش مكلفه ومتاخدش اي مجهود، تقدري تحضريه في 5 دقايق. يلا يا حبايبي تابعوا معايا الفيديو الاخر وشوفوا المكونات وشوفوا طريقه الجاتو شاتو بالكريم كراميل. ونيجي يا حبايبي لمكونات وطريقه الجاتو شاتو بالكريم كراميل. والمكونات ان شاء الله سهله وبسيطه. المكونات عباره عن كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه الى ربع زيت، وتكون نوعيه الزيت نفسها كويسه عشان طعم الزيت هيبان في الصوص بتاع الجاتو شاتو. يبقى كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه الى ربع زيت، كوبايه وربع دقيق، معلقتين لبن بودره، معلقه كبيره بيكنج باودر، بيضتين، معلقه خل، والفانيليا بتاعتنا، وبكوين كريم كراميل بيتباع جاهز. ونيجي للطريقه ونسمي بسم الله. والطريقه بتاعتنا ان شاء الله هتبقى سهله وبسيطه كمان. في شفشق الخلاط الطريقه هتبقى سهله جدا ومش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود. في شفشق الخلاط هننزل بكوبايه السكر، هنحط المكونات السايله بتاعتنا، وطبعا السكر بنحسبه من المكونات السايله لانه لازم يدوب كويس قبل ما نحطه على الدقيق، فبنعتبره من المكونات السايله. بنحطه مع اللبن، نبقى حطينا كوبايه السكر ومعاها كوبايه اللبن، ومعاها اللبن البودره، ومعاها البكوين كريم كراميل، ادي باكو، وادي الباكو التاني. هناخد الخليط ده كله ونضربه في الخلاط كويس قوي. حطينا المكونات بتاعتنا كلها في الخلاط، هنبدأ بقى نضربها. هنضربها كويس قوي. احنا لسه طبعا ما حطيناش الزيت، هنحط الزيت في الاخر. هضربهم شويه وارجع لكم علشان الدوشه بتاعت الخلاط. تضربي فيهم كويس علشان السكر يدوب مع اللبن اهوت. هنبدأ بقى ننزل بالزيت بتاعنا سرسوب رفيع كده، واحنا بنضرب في الخليط. ممكن اشيل الغطا بتاع شفشق الخلاط وانزل بالزيت من هنا. الخليط بتاعي بدأ يتقل اهوت، نضربه شويه كمان. كده خلاص تقل معايا ووصل للقوام المطلوب بالشكل ده كده. هاخد منه كوبايه، دي اللي انا هزين بيها الجاتو شاتو بتاعنا. هاخد كوبايه واحطها في واحطها في التلاجة. هاخد بقى كوبايه من الصوص بتاعنا اهوت. شايفين القوام بتاعه جميل ازاي؟
دي اللي انا هزين بيها في الاخر. الكوبايه دي بقى انا هحطها في ايه؟ هحطها في التلاجة. هنيجي بقى هنا تاني هحط البيض، هضرب البيضتين واحطهم في قلبهم. ادي البيضتين وهحط عليهم الفانيليا واضربهم مع بعض كويس بالشكل ده. واحطهم في الخليط هنا وارجع اضربهم تاني في الخلاط. احط معاهم الخل، معلقه خل، احط معاهم معلقه خل واضربهم. انزل كل اللي في الجدران عشان ينضرب معاهم كويس. كده خلاص. كده ده الخليط بتاعنا اهوت، فضيته، وهنا الكوبايه وربع دقيق والمعلقه البودر. نخلت الدقيق وحطيت عليه البودر، هنقلبه كده ونبدا ننزل بالتدريج واحده واحده على الخليط بتاعنا. اهم حاجه في الجاتو شاتو العجينه بتاعته نفسها ما تبقاش تقيله، تبقى خفيفه سايله شويه علشان يطلع هش ومفرغ، ما يبقاش مكتوم ويشرب الصوص. كل ما يبقى هش ومفرغ اكتر كل ما يشرب الصوص اللي احنا هنحطه عليه. هحط بقى الدقيق بالتدريج شويه بشويه كده، واقلب بالراحه علشان الهواء اللي دخل فيه من الضرب اللي احنا ضربناه. لو حطيتي الدقيق وحسيتي ان القوام بتاعه تقيل مفيش مشكله، ممكن تزودي شويه لبن، مفيهاش اي مشكله خالص. المهم توصلي للقوام يبقى يعني ايه، شبه سايل شويه، خفيف عن قوام الكيكه العاديه اللي احنا بنعملها. كده خلاص حطينا كميه الدقيق كلها على الخليط بتاعنا. ده القوام اللي انا عايزاه اهوت كده. المكونات ما شاء الله مظبوطه جدا. كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه وربع دقيق، بيضتين، الفانيليا، معلقه الخل، معلقه كبيره بيكنج باودر، والباكوين الكريم كراميل. كده خلاص القوام اهو شايفين بالشكل ده كده. ادهن بقى الصينيه بتاعتي زيت او سمنه وابطنها بالدقيق وارجع لكم.
خلاص دهنت الصينيه بتاعتي بقى بزيت وبطنتها بالدقيق. هنزل بالخليط بتاعي كله. وهدخلها الفرن على درجه، انا مسخنه الفرن من قبل ما ابدا. هندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه. مش هتاخد وقت كبير، هي لمده تلت ساعه. ونطلعها علشان لدرجه يبقى ندخلها الفرن في الرف الفوقاني تحت الشوايه. درجه الحراره 180، النار من تحت بس مش من فوق. هتاخد حوالي تلت ساعه، 25 دقيقه بالكتير قوي هتكون جاهزه. ونرجع عشان نشوف هنكمل بقيه الوصفه ازاي. تابعوا معايا الفيديو الاخر. كده خلاص الكيكه استوت وطلعت من الفرن. هنزل عليها بقى بالصوص بتاعنا اللي احنا خدناه منها وعيناه في التلاجة. هننزل عليها وهي سخنه. ونوزع الصوص عليها كويس. كده خلاص انا وزعت الصوص بتاعنا عليه الكيكه كله. في اكياس كراميل بتيجي مع الباكيتات الكريم كراميل في نفس الباكو، وده كراميل جاهز. هنفتحها ونزين بيها الصينيه بتاعتنا. ممكن نعمل بيه خطوط كده بالورد. ونيجي بطرف السكينه ونعمل فيه اشكال كده، رايح وجاي رايح او بالخله. وده كده شكل الجاتوشاتو بتاعنا بالكريم كراميل. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. يا ريت الوصفه تعجبه، لايك واشترك في القناه ويفعل الجرس عشان توصل له كل الوصفات اللي انا بنزلها. نجلاء حجازي.